بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي وبناتي واخواتي، يوم جديد وفيديو جديد وروتين وطاقة إيجابية جديد. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو بتاعنا ده النهاردة. هنعمل ايه؟ هنعمل سمك جميل، سمك بولتي، هنعمله صينية. حاجة جميلة بصراحة. والأكل السمك ده الجميل، أنا زي ما أنا بقول لكم الأكل المفضل بتاعنا أنا وأهلي، أنا وأبو أحمد، يعني هو السمك بصراحة. لكن بقية العائلة الكريمة ملهمش في السمك ولادي. فتعالوا نشوف السمك الجميل ده نعمله ازاي النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سمك بولتي جميل كبير وجميل. والله هو الكاميرا ظلمه، التليفون ظلمه، هو كبير عن كده ما شاء الله، حجمه حلو. طيب هنعمل السمك ده طبعا نضفناه، مش بجيب السمك اتنضف، عملناه كذا مره على القناه، نضفناه وعملنا بقى ايه، غسلناه غسيل حلو كده. وطبعا عملت له الميه اللي هي هتحط فيها كده تخليه طعمه حلو وريحته حلوه، دقيق، معلقه عصره ليمونه ودقيق وحوالي نص لتر ميه، وبسيبه فيه كده بيقعد فيه. ده ما شاء الله الميه بتاعته دي يعني ما شاء الله بتخلي ريحه السمك جميل، ومش بتخلي فيه زفره ولا اي حاجه. ماشي، يلا نشوف لنا الفيديو بيجري. يلا هنجيب بصلتين محترمين كبار كده وهنضربهم في الكبه بتاعتنا، نعملهم مكعبات صغيره، وهننزل عليهم بالبهارات بتاعتك الموجوده عندك اللي انت بتحبيها: كمون، كزبره ناشفه، فلفل، شطه، بابريكا الموجوده عندك، ورق لورا، طبعا معانا قرن فلفل احمر حراق، معانا قرن رومي ومقطعينه صغير وعاملينه. وهندعك البصل ده دعكه جامده، دعكه جامده، وبعد كده نحط يعني نمرطها كده زي ما بيقولوا، دعكه جامده كده بالبهارات بتاعتها، وطبعا الملح معانا. وهننزل عليها بزيت محترم كده من 5-6 معالق زيت محترمين كده. وهننزل بقى بالفلفل الحراق والرومي ده، لونه جميل جدا زي ما انتم شايفين في الفيديو يا حبايبي، حلو قوي. والطماطم بقى ننزل عليها طماطم سميكه غزيره حمراء جميله، ونسبكها تسبيكه لحد ما نشوف ما شاء الله تحس ان ما عادش فيها سوائل كتير، يعتبر نشفت، لان السمك يا حبايبي مش بياخد سويه على النار. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو الجميل ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل باذن الله. ماشي، خلصنا الطماطم استبكت وبقت جميله كده وطعمها حلو. وهنحط حوالي ربع معلقه سكر لنص معلقه سكر صغيره خالص عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم بتاعتنا دي. ماشي يا حبايبي، يدي طعم جميل جدا. ونزلنا السمك، سقطنا السمك في قلبها اهوت، في قلب الصلصه المحترمه الجميله، سميكه كده حلوه مش خفيفه لا. وهياخد غلوتين 3، ما فيش، يا دوبك على النار مرتين 3 كده يغلي، وبعد كده هنطفي عليه عشان هو لسه يخش الفرن تاني يتحمر. وطبعا بنحط عليه بقى الصلصه بتاعتنا الحلوه دي عشان خاطر يبقى كل طعمه من جوه حادق وحلو كده، وطعمه اخد من الطعم الصلصه الحلوه دي. وطبعا حاطين توم، انا نسيت اقول لكم، حاطين من 5-6 فصوص توم ودقينهم مع البصله، عاملينهم مع البصله مكعبات في قلب الكب. ماشي يا حبايبي، وحمرناه بقى دخلناها الفرن، جميله جدا. حاولوا تدخلوا في قلب السمك يا حبايبي، حاولوا تدخلوا الصلصه كده في قلب السمك من بطن السمكه من جوه، عشان يبقى طعمها اخد بهارات كده وطماطم وصلصه، وطعمها يبقى جميل، ما تبقاش قلبها كده يعني ماسك كده، ما فيش في حدق كده، طالع جميل. ودخلته الفرن بقى، اديته كده على الشوايه بس ما تولعيش من تحت، الشوايه اديته لون بس من فوق كده، ولونه جميل جدا ما شاء الله. والله طعمه احسن من شكله كمان ما شاء الله. ده حاجه جميله، جربوا يا حبايبي ما تكسلوش، اعملوا السمك الصلصه ده، ابو صلصه ده جميل جدا. واعملوا السمك كله اللي نفسكم فيه اعملوه، حلو والله. احنا ساعات بنستغرب ونعمل المشوي، لا والله ده طعمه جميل جدا. جربوه يا حبايبي مش هتندموا، والله جميل ما شاء الله. فعلوا زر الجرس يا حبايبي عشان كل جديد يوصل، وحطوا لنا لايك جميل للفيديو ده، واشتركوا في القناه يا حبايبي. يا رب الفيديو ده يعجبكم وينول اعجابكم، يا رب يا رب يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم، يا رب الفيديو يعجبكم.